بركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهارده يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو ازاي تنقذ مريض عندك في البيت دخل في غيبوبة. انت دلوقتي قاعد وعندك حد من اهلك، من اقاربك، من العائلة، صديقك، ايا كان، وفجأة لقيته دخل في غيبوبة. اول حاجة هنفكر فيها هو مريض كبد او مريض سكر او فقد الوعي. ده بسبب ايه؟ اول حاجة على كل حال هنعملها هو اننا نقيس نسبة السكر في الدم فورا. هتجيب جهاز السكر لو كان موجود في البيت او من اي حد، جارك او قريبك، وتبتدي تقيس له نسبة السكر في الدم. طيب قست نسبة السكر في الدم ولقيت نسبة السكر قليلة جدا، لقيتها مثلا 50 40، هتبتدي على طول من اقرب صيدليه تجيب جلوكوز 25% وتديله 100 سم او 200 سم. ان شاء الله تبص تلاقيه فاق على طول. هنا تعرف ان دي كانت غيبوبه سكريه. طيب لو مريض كبد، ممكن حضرتك على طول بتبتدي تعمل له حاجه اسمها انيما. انيما دي يعني حقنه شرجيه، تحط فيها لاكتيروز وتجيب الحقنه الشرجيه اللي هي البلد العاديه من الصيدليه برضه، وتبتدي تعمل له الحقنه الشرجيه. تمام. طيب الحقنه الشرجيه في مريض الكبد بتساعد بنسبه كبيره جدا ان هو يفوق. لو انت جيت فحصت الوعي بتاع المريض لقيت فيه تنفس والدنيا تمام، هتبتدي تقيس السكر وتعمل الحقن الشرجيه. وفي نفس الوقت يفضل انك تتصل بالاسعاف وتوديه المستشفى. في حاجه مهمه جدا 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 بقى، اول حاجه ما تعطوش حاجه عن طريق الفم، يعني ما تدلوش اكل او شرب علشان ما يحصلش اسبيريشن. المعلومه دي مهمه جدا 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 لحد ما عربيه الاسعاف تيجي ويبتدي يحصل تدخل طبي في المستشفى ويعرفوا اسباب المشكله ايه ويبتدوا يعالجوها. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، وما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وكومنت واشتراك في القناه، وتساهم في نشر الفيديو لعل انك تساهم في انقاذ حياه انسان. السلام عليكم ورحمه الله